في قناة المجردة أرى المركب الرياضي بمنوبة. شاهد بعض المواطنين جثة تطفو فوق الماء، وعلى الفور تم إعلام الأمن الوطني بالموضوع اللي توجهوا للقناة رفقة الحماية المدنية. تم إخراج الجثة، وحسب المعطيات الأولية فإن الجثة كانت لامرأة كانت شبه محترقة بالكامل، يعني الجثة تعرضت لنيران قوية ولمدة زمنية طويلة، الشيء اللي سبب الضرر هذا الكل للجثة، وصعب على الأمن الوطني تحديد هوية الضحية. وبأمر من وكيل الجمهورية تم نقل الجثة للمستشفى لمعرفة أسباب الموت ولتحديد هوية الجثة، ومع إخضاعها للتحاليل العلمية والفنية تم التعرف على هوية الضحية، وهي المحامية منجية المناعي، وهي من أبرز المحاميات في ولاية منوبة. وقد أذنت النيابة العمومية بمنوبة بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات الجريمة وتحديد هوية القاتل. وبعد إصدار مذكرة تفتيش لمنزل الضحية تم مداهمة المكان، حيث كانت صدمة أعوان الأمن كبيرة، إذ وجدوا آثار دماء تملأ المكان، وأيضا آثار نار كانت مشتعلة في المنزل. وتجدر الإشارة إلى أن الأمن الوطني قام بالقبض على ابن الهالكة للاشتباه به في قتل أمه تحت تأثير مواد مخدرة. وفي انتظار تفاصيل أخرى نترككم في أمان الله.